كل مرة حد يقولي غلطت بحس النار بتقيد جوايا، كأن في كلمة صغيرة بس بتفوق وحش نايم جوا دماغي. فجأة بلاقي نفسي بدافع وبجادل وبقلب الترابيزة، مش عشان عندي حق، لكن عشان مش قادر استحمل حد يخليني احس اني غلطت. في لحظات الجدال دي انا مش بتكلم مع اللي قدامي، انا بتكلم مع اصوات قديمة جوايا. صوت بيقولي ما ينفعش تبان ضعيف، وصوت تاني بيقول لو اعترفت هيفتكروك غبي او ساذج، وصوت تالت هو صوتي زمان لما كنت ببقى ساكت بس من جوايا بتألم. في صراع جوايا دايما ما ببقاش عارف أتعامل معاه ازاي. جزء مني بيقول أنا مش بعاند، أنا بدافع عن نفسي، وجزء تاني بيقول إني لازم أثبت نفسي، لأن أنا لو سكت الناس بتفترس الضعيف أو بتفتكر إن السكوت ده ضعف. بس الدفاع ده خلاني لوحدي، كل مرة بكسب فيها نقاش بخسر حد. كنت فاكر إن قلبي هيطمن لما أكون صح، أو لما أفتكر أو أبين إن أنا صح، بس الحقيقة قلبي كان بيتقفل. يمكن الموضوع بدأ من زمان لما كنت طفل، كل مرة أغلط كانوا بيقولولي ليه دايما بتغلط، محدش فرق ما بين الغلط وبيني، فكبرت وقررت مغلطش أبدا، أو على الأقل معترفش. وفي يوم كنت بتكلم مع حد وقال لي جرب تسكت، بس ما فهمتش السكوت هيساعدني ازاي. جربت أسكت والموضوع في الأول كان صعب جدا، دماغي كانت هتموت وتطلع الكلام، وقلبي بيقولي اتكلم، لأنك لو سكت هيتقال إن أنت خسرت. شايف أهو سكت وبدأوا يجلدوك، واحد قال إنك خفت والتاني قال إن أنت بقيت عاجز أو ساذج ما بقيتش تعرف تاخد حقك. كنت خلاص هرجع أقلب الترابيزة عليهم تاني، لكن سألت نفسي سؤال بسيط: هو أنا بسكت ليه؟ بسكت عشان خايف منهم ولا بسكت عشان أكون واعي أكتر بالموقف وأعرف أتعامل معاه صح؟ والجواب جالي في شكل هدوء غريب: أنا مش ساكت لأني ضعيف، أنا ساكت لأني مش عايز أكرر نفس اللعبة دي تاني. في الأول السكوت بيبقى تحدي، كأنك بتحارب نفسك جوه نفسك، بس بعد شوية بيبدأ السكوت ده يعلمك، بتبدأ تسمع اللي قدامك بجد، وتفهم إن هجومه مش دايما ضدك، أوقات بيكون ضد خوفه وضد ضعفه هو. بتتعلم تختار ردك، مش كل معركة تستحق إنك ترد عليها، ومش كل كلمة لازم تثبت فيها إنك صح. بتسأل نفسك قبل ما تتكلم: هو أنا عايز أكسب النقاش ولا أكسب نفسي؟ بتتعلم ترد من غير ما تغلط، وتشرح من غير ما تبرر، وتدافع عن نفسك من غير ما تهاجم حد. ساعتها بتكتشف إن الهدوء مش انسحاب ولا السكوت ضعف، الهدوء سلاح، بس سلاح ناضج. كنت بستغرب إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام، وكانت ردود أفعاله دايما في مرحلة اتزان، يعني لما يضحك يضحك بابتسامة، وفي عز ما كان بيتعرض للأذى أو الهجوم كان دايما يتصرف بحكمة ويرد كمان بحكمة. ففهمت إن هي دي تصرفات الكبار. الكبار مش اللي عندهم سلطة ولا اللي صوتهم عالي، الكبار هم اللي بيعرفوا يختاروا ردهم بعقل مش بعاطفة. يعني لما حد يغلط في حقك، بدل ما تهاجم عليه تسأل نفسك: هل أنا محتاج أشرح وجهة نظري دلوقتي ولا أسمع وأفهم أكتر؟ الكبار بيقدروا يسمعوا للآخر حتى لو مش متفقين معاك، يعني لو شخص بينتقدك بدل ما تدافع فورا وتستعجل في رد فعلك تسمع منه كل النقط اللي بيتكلم فيها وتحللها جواك بهدوء. الكبار ما بيهاجموش على الشخص، لكن على الفكرة أو السلوك، فلما حد بيغلط بيركزوا على الفعل مش على الشخص نفسه. الكبار بيعترفوا بغلطهم من غير شعور بالهزيمة، لما تكتشف إنك غلطت تقول بصراحة كنت غلطان واتعلمت منه. قبل ما تتكلم تسأل نفسك: هل كلامي هيفيد؟ لو حد هاجمك تركز على الرسالة مش على الهجوم. الهدف إنك تتحكم في انفعالك أهم من إنك تفوز بالنقاش. احترام الآخرين مش مرتبط بعدد الأخطاء اللي ارتكبوها، لكن بوعيهم الداخلي، لأن الشخص الواعي ده هو بشر برضه بيغلط عادي، بس هو بتقدر تتقبل منه غلطه، وزي ما هو بيحترم نفسه حتى في أوقات ضعفه كبشر بينقلك كمان الاحترام ده، فأنت كمان بتلاقي نفسك بتحترمه حتى لو هو غلطان. لما بدأت أطبق ده حسيت بحاجة غريبة: الناس بقت بتتعامل معايا بطريقة مختلفة، مش عشان أنا صوتي عالي ولا علشان بحاول أسيطر على القعدة، لكن عشان بقيت ثابت وهادي وعاقل. السكوت في أوله بيحسسك إن أنت مكسور شوية أو أضعف، بس بعد شوية هو اللي بيبنيك. الهدوء بيخليك تشوف التفاصيل اللي صوتك العالي كان بيغطيها، بيخليك تختار إمتى تتكلم، إمتى تبتسم وتسكت، وإمتى تسيب الترابيزة تتقلب لوحدها وإنت قاعد ثابت مكانك. النضج مش إنك ما تغلطش، النضج إنك تبطل تعيش كل نقاش كأنه معركة على كرامتك. والسكوت أوقات بيخليك تخسر الجولة دي بس تكسب سلامك. ولما بتتعامل بأخلاقيات الكبار
بتجبر الناس إنها تحترمك وتديك عينيها. وسلام.